طلعنا الآن من منفذ الوديعة، وهذا أول سوق يقابلك وأنت داخل على الجمهورية اليمنية. طبعا طلعنا من المنفذ اليمني والآن ناخذ سلاحنا من أمانات السلاح. هذا طبعا المعدي اللي بيسوق الجيب هذا، وأنا بكون وراه سيارتي في الصحراء اللي بنصورها لكم بعد شوي. الآن ناخذ السلاح ونتوكل على الله. هذه طبعا أخذنا سلاحنا من أمانة السلاح طبعا مع المعدي، والآن متوجهين للصحراء. ولكن قبل أن نتوجه للصحراء يجب أن نقوم بتنسيم الكفرات. لو تلاحظوا الناس كلهم جالسين ينسموا كفراتهم قبل أن يتوجهوا إلى الصحراء لكي لا يتعرضوا للتغريز وغيره. حطينا سلاحنا على الطبلون والآن متوجهين إلى الصحراء. بعد نقطة السلاح مباشرة التفينا إلى اليمين. هذه طريق اليتمة. طريق اليتمة تبعد حوالي 5 ساعات عن حزم الجوف. والآن سترون أمامكم كيف تتم القيادة في الصحراء. طبعا بالبداية زي ما انتم شايفين كان الممشى من 80 إلى 90 وحولها. أيضا معلومة مهمة جدا، يجب أن تمشي بشكل موازي للمعدي كي لا يقوم بالتغوير عليك. طبعا مثل ما انتم شايفين إذا راح المعدي يسار أنا أروح يمين، وإذا راح المعدي يمين أنا أروح يسار. الآن بدأت السرعة تتزايد إلى 140 و150، ولكن يظل الممشى بشكل متوازي. أيضا يجب أن تترك مسافة كافية بينك وبين المعدي. يجب أن يكون أمامك مسافة أو تكون أنت أمامه بمسافة كافية. الآن بدأت السرعة تتزايد إلى 140 160، ولكن نظل ماشيين بشكل متوازي وعدم الاضطراب أو الركود خلف المعدي. توقف المعدي أيضا مرة أخرى وقام بتنسيم الكفرات إلى 10 أو 15 بسبب النفود أو الطلوع الذي سوف يقابلنا، وهذا ما سترونه في الشاشة. الآن يقوم بتنسيم الكفرات الأربعة. من هنا تبدأ المعاناة للسيارات الصغيرة مثل هيلوكس وغيرها بسبب العقبات والطلوع التي ترونه أمامكم. ويجب أيضا على أصحاب السيارات ذات الدفع الرباعي تشغيل الدبل الخفيف كي تجتاز هذه العقبات. كما هو ظاهر أمامكم هناك الكثير من السيارات العالقة بهذا المكان بسبب كثافة الكثبان الرملية. توجهنا إليهم وسألناهم إذا كان بالإمكان مساعدتهم، وإليكم التفاصيل. السلام عليكم. تبون مساعدة شيء؟ صدق والله. الله يسر أمركم. أي خدمة؟ موفقين. بعد أن تأكدنا بعدم احتياجهم للمساعدة قمنا بالانطلاق لتجاوز هذه العقبة. وبعد معاناة شديدة وتحفير وتغريز بحمد الله اجتزنا العقبة بسلام. أيضا تتواجد كثير من السيارات الظاهرة أمامكم للمسافرين والحجاج والمعتمرين، ويعتبرون الطريق هذا المليء بالنفود طريق دولي. وبعد أن تجاوزنا العقبة رجعنا إلى الطرق المفتوحة، وبدأ المعدي يتجاوز السرعة من 160 إلى 170 إلى 180. طبعا مثل ما انتم شايفين هناك الكثير من سيارات المسافرين الذين يعبرون هذا الطريق الوعر والطريق الكار. عدنا مرة أخرى إلى طلوع وإلى كثبان رملية صعبة، وفي اعتقادي أن السيارة الصغيرة لا تستطيع تجاوز هذه العقبات. وليس فقط السيارات الصغيرة، بل أن هناك الكثير من السيارات ذات الدفع الرباعي التي كانت تعاني في هذه الطرق، وخصوصا هذا الطلوع الذي اضطر سائقي المركبات إلى تنزيل الركاب وتنزيل المسافرين لكي يستطيعون تجاوز هذه العقبة. الشديد السيارات اللي باقي تحت شوفوا ما أدري تبين ولا لا، كلها ما قدرت. فوقف نقدر نشوف إذا معهم حبل ولا شيء يمكن نقدر نسحبهم. مشكلة الطلعة قوية ونفوت زي ما انتم شايفين. شوفوا السيارات كيف توصل لهنا. يا الله يا الله يا الله يا الله تصمد.
روح روح روح. يا سلام، ما شاء الله، قوم قوم. وصلنا إلى نهاية الطريق وقمنا بتعبئة الكفرات بعد تعب وعناء شديد لمدة تجاوزت 5 إلى 6 ساعات. وأخيرا بفضل الله وصلنا إلى الأسفلت الرابط ما بين اليتمة وحزم الجوف. دخلنا الآن مدينة الجوف ونحن في أطرافها، وإليكم المباني المعمارية لهذه المدينة الأكثر من رائعة والتي تتميز ببساطة أهلها وناسها. وبعد أن تجاوزنا حزم الجوف وأيضا مفرق الجوف وصلنا إلى عقبة نهم، التي أيضا يجب التأني والحذر الشديد في القيادة في هذه العقبة. طبعا مثل ما أنتم شايفين لا يوجد أي سياج ولا يوجد أي حماية ولا يوجد أي إرشادات. وبعد أن تجاوزنا هذه العقبة الخطيرة وصلنا إلى هذه اللوحة الإرشادية التي يقشعر لها البدن. إليكم الصور.